تحية طيبة، السلام عليكم. برافو لكل اللاعبين، برافو لكل العناصر الوطنية، برافو لكل الطاقم الفني على كل ما قدمتموه فوق أرضية الميدان منذ انطلاق هذه الدورة إلى غاية هذا الدور ربع النهائي. نعم خسرنا، نعم انهزمنا، نعم أقصينا، لكننا فخورون بكل ما قدمتم وفخورون بكم على وصولكم إلى الدور ربع النهائي، لأن إقصاءكم اليوم لا يعكس تماما مستواكم ولا يعكس تماما مستوى اللاعبين الجزائريين في هذه الدور. اليوم ما شاهدناش المنتخب الجزائري اللي نعرفوه، ما شاهدناش تماما العناصر الوطنية اللي نعرفوها، ما شاهدناش نجوم تاعنا في هذه الدورة. نحن لا نبرر الأداء السيء للمنتخب الوطني الجزائري اليوم، لكن القرارات التحكيمية كان عندها رأي آخر. الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم نجحت في المهمة التي كانت تريد أن تصل لها اليوم، نجحت في إقصاء المنتخب الوطني الجزائري، والقرارات التحكيمية اليوم كانت مؤثرة في إخراج لاعبين من المباراة منذ انطلاق هذه المقابلة. الطاقم التحكيمي المعين من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تكلمنا عليه أمس، وكان اليوم صاحب القرار، وكان اليوم صاحب الإنجاز وصاحب التأهل، وليس فقط المنتخب النيجيري، لأنه اليوم الحكم عيسى سي كان قد أهل المنتخب النيجيري بشكل مريح جدا، لأنه أكمل المنتخب الجزائري وأنهاه في بداية اللقاء. اليوم عيسى سي وكذلك حكم غرفة الفار بيير غيزلان أتشو وكذلك مراقب الحكام المغربي يحيى حدقة كانوا في الموعد لإقصاء المنتخب الوطني الجزائري بقرارات تحكيمية ظالمة بشكل كبير. بربكم، هذه أليست ضربة جزاء؟ سنتكلم بالصور. هذه أليست ضربة جزاء؟ ضربة جزاء واضحة للجميع، واضحة للعيان لكل متابعي كرة القدم. لم يعلن عليها الحكم السنغالي عيسى سي في هذا اللقاء منذ انطلاق في بداية المباراة، وكانت مؤثرة بشكل كبير في نتيجة اللقاء، وكنا 0-0 ومباراة كبيرة ومباراة تلعب على جزئيات صغيرة ومباراة فيها تعقيدات، ولو سجلنا ضربة الجزاء كانت المباراة تتجه إلى اتجاه آخر، لكن لم تعلن هذه ضربة الجزاء. وكذلك بعض الأخطاء بعدها لم تعلن أخطاء للمنتخب الوطني الجزائري، وكذلك هناك بطاقات صفراء مجانية للجانب الجزائري، وكذلك لكل من يتكلم مع الحكم بطاقة صفراء، خاصة وأنه اللاعبين كانوا يحسوا روحهم مظلومين في هذا اللقاء عندما يتكلم أحدهم مع الحكم بطاقة صفراء. البطاقة الصفراء تخليك تشكك في أنك تقدم كل ما لديك، تخاف تخرج بالبطاقة الحمراء. بطاقتين صفراوين في الشوط الأول وثلاث بطاقات أخرى في الشوط الثاني. اليوم ما قدمناش أداء كبير، نعترف أن المنتخب الجزائري كان غائب فنيا، لكن هذا لا يعكس المستوى، لأن المنتخب الجزائري اللي شفناه في الدور الربع النهائي في الدور الأول ماشي هو تاع اليوم. اليوم شفنا لاعبين تايهين فوق أرضية الميدان بفعل فاعل، بضغط تحكيمي واضح من الحكم. خرجتوا اللاعبين، أهلتوا المنتخب النيجيري. برافو للمنتخب النيجيري، اليوم قدم أداء كبير. المنتخب النيجيري ما شككناش في أداء اليوم، أداء جيد جدا قوي من جميع الخطوط، يستحق التأهل، يستحق حقا التتويج بهذه النسخة من كأس إفريقيا. لكننا اليوم أصبحنا نشمئز من هذه القارة ومن هذه الهيئة الكروية الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ومن كل القرارات التي تنبع من هذه الهيئة. أمس خليتونا حتى سهرة المباراة وليلة المباراة باش أعلنتوا على الطاقم التحكيمي اللي كان مكلف بمهمة اليوم أنجزها بنجاح، وأهل المنتخب النيجيري وأقصى المنتخب الجزائري من هذا الدور. إذا كانت هذه النسخة بهذا الشكل والكولسة واضحة بهذا الشكل مقارنة بالمنافسات الماضية، صحيح دائما هناك كولسة في إفريقيا، لكن ليست ظاهرة للعيان بهذا الشكل. اليوم شفنا أن الكولسة راهي واضحة، ضربة جزاء واضحة لا تعلن، شفناها في مباراة تنزانيا ومنتخب المغرب، واليوم زدنا شفناها في مباراة اليوم. تلمس اللاعب في منطقة 18 في يده، لكنه ما يعلنش وما يعاودش يولي للفار. اليوم شفنا قرارات تحكيمية كارثية حقيقة، مقززة
مقززة. كرهتونا في كرة القدم وكرهتونا في القارة هذه وكرهتونا في المنافسة على كأس إفريقيا. في كل مرة نفس الشيء وفي كل مرة نشوفوا نفس الممارسات. حقيقة أصبحنا لا نريد المشاركة في هذه الكأس حقيقة، لأنه في كل مرة تكسرونا بهذه الطريقة. ولاعبين شبان اليوم كانوا يشاهدوا في قرارات تحكيمية كارثية وهم يلعبوا في المستوى العالي. لهذا رانا نقول لكم أنه رانا فرحانين باللاعبين وما راناش زعفانين اللي أقصينا اليوم حقيقة، لأنه نعرفوا مستواكم، نعرفوا إن كنتوا قادرين تلحقوا، لكن بالطريقة هذه حتى لو لعبنا عامين ما نربحوش اليوم. حتى لو تأهلنا ما كناش حنزيدوا نتأهلوا، لأنه اليوم السيناريو واضح والمسلسل واضح والنهاية تاعو واضحة، وراهي ليكم كأس إفريقيا وأيضا نحن لا نريدها حقيقة. إن كانت بهذه الرداءة وكذلك بهذه النتانة فنحن لا نريدها حقيقة. نحن فزنا بكأس إفريقيا بطريقة نظيفة وكذلك بطريقة نزيهة في كأس إفريقيا 2019 في مصر في بلد كرة القدم. فزنا بها في بلد كرة القدم وبطريقة نزيهة، ونريد الفوز بها دائما بطريقة نزيهة. لهذا نحن لا ندخل في هذه الطرق الملتوية. نتكلموا بعض الشيء على الجانب الفني، خصوصا وأنه الجانب الفني ما فيش حديث اليوم، لأنه ما شاهدناش المنتخب الجزائري اللي نعرفوه بسبب القرارات التحكيمية المؤثرة. البعض يقول لك القرارات التحكيمية صحيح تأثر لكن ليس إلى هذه الدرجة. اللي يلعب كرة القدم يستطيع أنه يقول لك أنه القرارات التحكيمية تخرجك من المباراة وما تخليكش تلعب بطريقة عادية جدا. صحيح أنه المنتخب الجزائري اليوم كان غايب تماما من كل الخطوط، ما شفناش المنتخب اللي نعرفوه، لكن حتى اللاعبين اليوم سهلوا مأمورية الحكم. نقولوا الحقيقة اليوم اللاعبين دخلوا في لعب الحكم بشكل مبكر، حتى أنه الحكم ما لقاش صعوبات كبيرة في إصدار بعض القرارات ضد المنتخب الجزائري وإصدار بعض البطاقات الصفراء للجانب الجزائري. اليوم اللاعبين وكأنه واحد ما وصاهم قبل اللقاء، ما كانتش كاينة تعليمات قبل اللقاء، رغم أنه عند تعيين هؤلاء الحكام المهمة واضحة. المهمة واضحة هي إقصاء المنتخب الجزائري. كان من الواجب أنه يوصيوا اللاعبين باش ما يدخلوش مع الحكم في هذا اللعب، وكذلك ما يحتجوش مع الحكم وما يدخلوش الحكم في راسهم بزاف باش ما يخرجوش من هذا المباراة. لكن شاهدنا أنه اللاعبين كانوا غايبين ذهنيا في مباراة اليوم، خصوصا بعد خطأين أو اثنين من الحكم وعدم الإعلان عن ضربة الجزاء. من الجانب الفني اليوم نظن أنه إقحام بعض اللاعبين كان خاطئ اليوم. بغداد بونجاح كان يجب أن يكون منذ بداية المباراة، لأنه ما شاهدناش واحد يعيق المدافعين تاع المنتخب النيجيري في هذه المباراة. شاهدنا أنه يلعبوا بشكل عادي جدا وبشكل يعني مريح الدفاع النيجيري. وشاهدنا أيضا أن رامي الزروقي اليوم كان تايه في وسط الميدان. حقيقة اليوم شفنا لاعب تائه في وسط الميدان، ما كانش يعرف مهمته حقيقة في وسط الميدان، خاصة وأنه لاعبو المنتخب النيجيري عقدوا له المهمة خاصة في وسط الميدان، لوكمان وكذلك إيوبي وعدد من اللاعبين الآخرين. شاهدنا أن التشكيلة كان فيها بعض المشاكل وحنا سهلنا لهم المأمورية كما قلت. حتى محور الدفاع اليوم يجب أن نتكلم عليه. فلاديمير بيتكوفيتش اليوم المباراة تاع اليوم صح انها زمنا واقصينا، لكنها معيار حقيقي لقياس مستوى المدافعين ومحور الدفاع، خصوصا ونحن مقبلون على كأس العالم بعد 6 أشهر. اليوم يجب أن نجد حلا لمحور الدفاع، خاصة أمام مهاجمين أقوياء في صورة أوسيمان. اليوم شاهدنا أخطاء كارثية من قبل دفاع المنتخب الجزائري. في المستقبل راح نلعبوا مع مهاجمين أكبر ومهاجمين عندهم حس تهديفي كبير في كأس العالم، لذا يجب العمل على إصلاح الجانب الدفاعي. اليوم شفنا أنه رامي بن سبعين وعيسى مندي من المستحيل أنه يواصلوا بهذه الطريقة، لأنه راح نتلقوا أهداف في المستوى العالي في قادم المواعيد، خصوصا وأنه في كأس العالم ما كاش منتخب صغير، وراح نلعبوا مع المنتخبات الكبيرة وفقط، وراح نطيحوا مع منتخبات عندها مهاجمين بإمكانهم أنه يسجلوا لك من نصف الفرص. لهذا اليوم شفنا أنه محور الدفاع فيه عمل وفيه تفكير على تغيير حقيقي، خاصة بعد مباراة اليوم اللي وضحت بزاف أخطاء دفاعية
وفي وسط الميدان اليوم غياب اسماعيل بن ناصر كان مؤثر بشكل كبير. كنا نستناو في حماد عبد اللي مكان اسماعيل بن ناصر، لكن القرار تاع تغيير بن ناصر برامي الزروقي اثر بشكل كبير وعطى مساحات للمنتخب النيجيري، وخاصه خسرنا عدد كبير من التمريرات، وغياب التركيز من اللاعبين اثر بشكل كبير. ليس فقط رامي الزروقي، التمريرات كلها كانت للجانب النيجيري وليس للجانب الجزائري. اليوم لم نكن في الموعد من الجانب الفني ولم نستحق التأهل حقيقة. أخطاء كبيرة من الجانب الفني، أخطاء كبيرة من الجانب التحكيمي أثرت بشكل كبير، خلاتنا اليوم ما نشاهدوش المنتخب اللي نعرفوه، ما شاهدناش النتيجة الكبيرة هذيك، ما شاهدناش العزيمة، ما شاهدناش الجرينتا اللي نعرفوها في لاعبينا، ما شاهدناش الفرص اللي نخلقوها اليوم. ما صنعنا ولا فرصة أمام مرمى المنتخب النيجيري حقيقة. ما شفناش المنتخب اللي نعرفوه، وما شفناش المنتخب اللي يحب يمارس كرة القدم، والمنتخب اللي يريد الفوز في هذا اللقاء. حتى حقيقة الرغبة في الفوز نزعها الحكم من اللاعبين في مباراة اليوم. كما قلت الأمر أصبح مقزز في كأس إفريقيا وفي القارة الإفريقية. لهذا اليوم لن نحاسب اللاعبين، لن نتكلم بشكل كبير على الجانب الفني، لأنه الحكم لم يترك للجانب الفني أي شيء، ولم نستطع الفوز في هذا اللقاء، لأننا لن نستطيع الفوز حتى لو لعبنا كما قلت لسنوات في مباراة مماثلة لن نسجل أي هدف حقيقة. لهذا مشاهدينا اليوم يجب التركيز على المنافسات المقبلة وعلى المباريات المقبلة للمنتخب الجزائري وعلى التحضير لكأس العالم 2026. عندنا مشاكل في التشكيلة يجب إصلاحها، عندنا مناصب يجب تدعيمها، عندنا تشكيلة يجب تقويتها في المستقبل، لأننا سنلعب مع عدد كبير من الخصوم، المنتخبات الكبيرة اللي راح تكون عندها مستوى كبير وما راحش تتغاضى على أنها تسجل لك أي هدف في نصف الفرص. حقيقة اليوم انتهت كأس إفريقيا، انتهى معها الحلم، لكن عندنا فريق تأكدنا على أنه الفريق تاعنا بإمكانه أنه ينافس على منافسات أخرى، لكن ماشي في إفريقيا. بإمكانه أنه تكون عنده كلمة في المستقبل، لأنه عندنا شباب اليوم شفناهم في كأس إفريقيا وطبقوا كرة جميلة وأبانوا للعالم وللمحيط الرياضي على أنهم عندهم مستوى كبير، وبإمكانهم ترك اسمهم في عالم الساحرة المستديرة. بهذا ننهي الفيديو لنهار اليوم. نشكركم على طيب إصغائكم ومتابعتكم. تابعونا عبر القناة، عبر الاشتراك في هذه القناة، وكذلك الضغط على زر اللايك والإشعارات. والسلام عليكم.